السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايبي من بيت العيلة هقدم لكم حلقة جديدة. أنا جبت شوية فراخ علشان الغلاء اللي احنا فيه، وقلت أربيهم، والنهاردة لقيتهم تعبانين، فأنا جايبة لهم علاج. حولت كل العلاج البيتي، حطيت الثوم وحطيت الخل، حطيت كل الوصفات اللي أنا بسمعها. لقيت مفيش أي نتيجة جايبة، أي حاجة جايبة نتيجة غير الاستعمال اللي أنا بستعمله كل سنة، اللي هو بصوا العلاج البشري سيب 250 او 500. بحطه زي ما حضراتكم شايفين. ادي طبقين فيهم ميه نظيفه. الطبق الاول بحط فيه ادي غطا، وادي الغطا التاني لمده اسبوع. كل يوم بحط غطاين. النوع التاني يا حبايبي اللي هو اوبليكس، وادي الطبق التاني بحط فيه ادي غطا، وادي الغطا التاني. بستمر على العلاج ده لمدة اسبوع. يخلصوا الازازتين اكررهم تاني بعد شهرين، والفراخ بتاعي بيبقى زي الفل. قبل كده جربت كل الطرق، الثوم والخل والليمون، كل ده انا جربته. الطريقة الوحيدة اللي هي نفعت معايا اللي هو دي روسيف 250 واوبليكس، والحمد لله ربنا بيبارك لي فيه.